وهو غائب لما قال مجتمعاتنا تقليدية ولا تتعجل. يا أخي والله ما هي تقليدية، أقسم لكم بالله مجتمعنا ما هو تقليدي. والذي يقول الدكتور يحيى أبو الخير يجيك لم نجهز بعد لاستقبال الديمقراطية. يا أخي جاهزين لنا 100 عام، والله جاهزين لنا 100 عام و1000 عام كمان. مش يعني ما يصير، يعني ما يصير، يعني ما احنا قطيع غنم ولا قطيع بقر، احنا بشر يا أخي. يا أخي الهند العظيمة ذي أكثر فقرا وأكثر جهلا، وفيها ناس لا يسمح لهم بمس الناس، في ناس لا يجوز أن يمسوا، طبقيات ولغات كل أنواع الفروق اللي تخدم فيها ولا تحلم فيها في الهند، ومع ذلك ديمقراطية. بنغلاديش ولا أسبهم، أحسن منا مليون مرة، واللي يشوف يقول ذا سواق بنغالي، يا أخي يا ليتك تصير ربع بنغالي ذا. نعم يا أخي نعم، يعني ترى بدينا نصل إلى حالة نظن أنفسنا والله حطوا بصندوق كذا كبسولة طاهر نقي ما يعصي من أهل الجنة، وما بعد جاء الوقت الفلاني والوقت الفلاني ضاع. يا أخي إحنا والله زي البشر والله العظيم، مثل غيرنا. وجدنا أن عندنا ايدز مثل غيرنا، وجدنا عندنا مخدرات مثل غيرنا، وجدنا عندنا فساد مالي مثل غيرنا، وجدنا أننا محتاجين مثل غيرنا، وجدنا أننا نخاف من المستقبل خوف ذريع ومرعب، والذي لا يخاف معناه أنه يضحي بأبنائه وأحفاده مثل غيرنا. يا أخي وقت الديمقراطية كل وقت، وقت الفكر كل وقت. أن الإنسان بما إلا إنسان هو أرض خصبة تتحرك بخصوبتها إلى أن يدفن في قبره، فيستقبل الخير ويستقبل الشر. لكن فارق بين قلبين، مثل المطر لما ينزل على الأرض، المطر النقي الطاهر ينزل على أرض خصبة يطلع الخصوبة والماء الحلو، ينزل على أرض خصبة يطلع مالح ما تشربه حتى. الأفكار كذا، تجي على قلب طيب تطلع طيبة، تجي على قلب خبيث حتى وإن كان طيب تطلع خبيثة. خياركم في الجاهلية خياركم. حتى الإيمان يا أخي نشوف إحنا الإيمان نشوفه بعيوننا، نشوف ناس آمنوا وصاروا الله أكبر يا أخي وجوههم بالخير، وناس آمنوا وذبحوا عباد الله. فما هي بالمسألة إلا أنت اتركني من غيرك. وإلا يا أخي طيب ليش ما استنوا الإنجليز قبل بالقرن ال17؟ قالوا لسه يعني باقي علينا 3 قرون عشان نصير ديمقراطيين، باقي علينا 3 قرون عشان نصنع سيارة، باقي علينا 10 قرون علشان والله نصير مفكرين وأحرار. اعمل وخلاص. ميزة هذه الأفكار شيء واحد، ليس أنها عظيمة، لا، ميزتها أنها تستطيع تكشف لك أخطاءها، فبالتالي تشوفها ما تنغش. وفي أفكار ما تكشف أخطاءها، فبالتالي تموت فيها تقتلك. الإمام الغزالي عنده تعريف عظيم والله يا أخي لا أصدق، لما قرأته قمت والله العظيم وأنا على مكتبي بتعريف العقل. يقول ميزة العقل هي في قدرته على كشف عجزه. شوف العظمة، ميزة العقل في قدرته على كشف عجزه. إذا بلغ بك العقل أن تكتشف عجزك فأنت وصلت. أما إذا أخذك العقل وقلت أنا ما حيفهم زي حاجة أنا اللي والله، فأنت لست من منطقة العقل ذي، روح ماشي.